النهارده اول خبر بنجيبه لحضراتكم على يعني متداول على مواقع التواصل الاجتماعي. خبر بيقول انه راجل سعودي طلق زوجته في شهر العسل بعد يومين، ما فيش شهر عسل ولا اسبوع عسل، بعد يومين ابتدى يحس انها، وانا كلمه بستسخفها جدا، انها نحس وشها وحش عليه. فلانه اول ما اتجوزوا مش عارفه ستاره البيت وقعت، ومش عارفه شايل حاجه، جرسون الكعبل لما راحوا يتعشوا. هو بيقول لها الله يا حبيبتي دي ريحتها حلوه فاتزفلطت من ايديه. انت مع التفاؤل والتشاؤم والحاجات دي؟ لا انا شايفه ان في هيافه في الموضوع. صحيح رسمي. لانه يعني ما يمكن هي تقول ان هو اللي وحش عليه لو بالمنطق ده بنفكر. الفكره في ايه؟ الفكره ان احنا بنستهيف فكره الجواز. يعني الجواز ده حاجه كبيره جدا، يعني الجواز ده بنبني عيله، بنبتدي نفكر هنعمل ايه مع بعض. كون ان انا اهد العيله دي والفكره دي كلها عشان خاطر ازازه الكلونيا وقعت منه وهو بيقول لها الله ريحتها حلوه، ولا الويتر اللي كان بيخدم عليهم وهم في المطعم الكعبل، ولا الستاره وقعت. هو شكله يعني مع احترامي ليه، يعني هو شكله هو نفسيته فيها حاجه، يعني عايزه اقول كده يعني. انا بس بشيك الكلمه، عارفه ليه؟ لان هو خايف من عينيها الشريره فتنزل لها، طلقها ووداها لاهلها وتنزل لها عن المهر والشبكه، خايف عينيها الشريره تصيبه. ده انت في مسك حاجه يعني بالظبط، في حاجه مش طبيعيه، او انت عندك حاجه مشكله افكار يعني عارفه يعني اقصد هو نفسيته فيها حاجه مش مظبوطه. وبعدين ايه رجعها لمامتها او لاهلها، كانه عارفه تحسي ان الموضوع ما ايه، كيس شوال البطاطس، البطاطسايه منهم جت واحده فيها بايظه فترجع الكيس كله. لا بالظبط، يعني منتهى زي ما انت بتقولي، يعني انت بتقولي كلام عائلي مفيد النهارده بصراحه. انا دايما برجع الجواز دي قدسيته واحترامه، ودي يعني حياه. ان انا ضد الموضوع ده، لكن انا احب اعمله بمزاجي. انت لحظه، انا يعني عارفه، يعني هم كده فاكرين ان انا ضد قدسيه الزواج، لكن لازم الزواج بشروط.